في عركه دايره بين مرتضى منصور وشيكابالا. واحنا شفنا شيكابالا نزل ايه على صفحته على الفيسبوك. طبعا الدنيا خربانه في نادي الزمالك، وقناه نادي الزمالك اتقلبت على الكابتن بتاع نادي الزمالك على شيكابالا، وماسكه شيكابالا على قناه نادي الزمالك وماسكاه سلخ. انا بطلب من وزير الشباب ان هو يتدخل في المشكله دي، لان نادي الزمالك كده بضيع، ولو نادي الزمالك ضاع مش هيبقى فيه منافسه في الدوري المصري، لان احنا عارفين قطبين الدوري المصري الاهلي والزمالك، فلو الزمالك ضاع مش هيبقى فيه منافسه خالص. بطلب من الدوله ان هي تتدخل. وعايز افهم حاجه برضو، مش مرتضى منصور اللي طالع يشتم في شيكابالا ويشتم في جماهير نادي الزمالك ده معزول ومعزول من المحكمه؟ يعني المفروض الدوله تتدخل اصلا من زمان وتعزل الشخص ده وتطلعه بره نادي الزمالك، لان الشخص ده هو سبب مشاكل نادي الزمالك كلها. انا اهلاوي واحنا عارفين ان اي اهلاوي يتمنى ان المشاكل دي تزيد عشان نادي الزمالك ينزل ويبقى النادي الاهلي هو الوحيد في الدوري المصري. لا، انا كاهلاوي اتمنى ان نادي الزمالك يبقى كويس عشان اتفرج على دوري مصري كويس، اتفرج على منافسه كويسه. ازاي رئيس نادي معزول من المحكمه عمال حبه يقول لك انا استقلت وحبه تاني يرجع؟ فين الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك؟ فين جماهير نادي الزمالك؟ فين اعضاء نادي الزمالك اللي لهم كلمه، اللي انتخبوا الراجل ده؟ المفروض يبقى في وقفه للراجل ده، والراجل ده يمشي على نادي الزمالك، لان الراجل ده هو اللي خارب نادي الزمالك. مفيش حجز اصلا على نادي الزمالك، وعمال طالع يقول لك نادي الزمالك محجوز عليه. سيبوكوا بقى من الهبل اللي انتوا فيه ده، وقفوا وقفه راجل وشيلوا الراجل ده من مكانه، والدوله المفروض تتدخل، لان كده مشاكل نادي الزمالك كترت ونادي الزمالك هيقع زي ما وقع نادي الاسماعيلي. بس كده، يلا سلام.